اهلا بيكم في الجزء الثالث والاخير. النهارده هنقفل المجله العربيه، مجله فينتجي اللي كنا بدأناها من فيديوهين. هنقفلها ونبص عليها واحده واحده بعد الطباعه معانا شكلها عامل ازاي. اهلا بيكم في حلقه جديده من قناه فات جرافيكس. امير هوست عز حجاج، ويلا بينا. هنبدأ بقى المرة دي نصمم الموضوع بتاعنا اللي من 4 صفحات أو 2 spreads. للموضوع ده قدرت إن أنا ألاقي شوية صور أو مجموعة من الصور كلها تابعة لبعض، الكواليتي بتاعتهم كويسة جدا وكانت نافعة جدا على الستايل بتاع المجلة بتاعتنا. أول حاجة بس نشيل الباك جراوند اللي احنا كنا حاطينها، ودي الصورة اللي معانا. الصورة دي هي أول صفحة معانا في الموضوع، وهتبقى حاجة شبه تايتل للموضوع. يعني هتبقى الصورة دي بسيطة نسبيا، أو الصفحة دي بسيطة نسبيا، صورة وتايتل بسيط هنا وتايتل بسيط كمان هنا، لأن احنا عايزين نعمل فيجوال امباكت. يعني مش عايزين كل حاجة عندنا تبقى تكست وخلاص. لا، عايزين يبقى في تأثير بصري قوي للتصميم بتاعنا. علشان كده بحاول ان انا بعض الصفحات اللي اقدر احط فيها فول بيكتشر زي كده، لان دي بتدي احساس وقوة اكبر في التصميم بتاعك. لماذا لا يمكن للموضة المتبنية ان تكون معرفة؟ ايا يكن الكلام زي ما قلنا مش مهم. وبعد كده في الناحية المقابلة ليها تحت هحط برضو شوية التكست بتاعي اللي بيعرف بعض العناصر اللي موجودة وغيره. في الحاجات اللي شبه كده بيبقى طالما انت التزمت بالجريد بتاعتك، مهما يكن ايه العناصر الموجودة عندك، مهما يكن بساطتها، لو التزمت بالجريد وتوزيعهم المكاني في المساحة بتاعتك صح، بيؤدي في الآخر لمنظر جميل. خصوصا لما نيجي بقى نحط التصميم اللي في الصفحة اللي هنا، هيبقى طبعا في تكست أكتر وفي كلام أكتر. فالكونتراست ما بين الصفحة اللي هنا اللي مليانة تكست والصفحة دي اللي كلها صورة وشوية تكست البسيطة اللي متوزعة على الجريد بتاعتك، هيعمل فيلينج انترستنج، هيعمل احساس دايناميك ما بين الصفحتين. نقدر مثلا نبص عليها كده ونيجي نشوفها من البرزنتيشن مود تبقى عاملة ازاي. الصفحة هتبقى بالشكل ده كده معانا. طبعا رقم الصفحة قلبناه باللون البيج اللي احنا بنستخدمه في الخلفية بتاعتنا، الاسود ما كانش هينفع هنا. وتمام كده، هنبدأ على طول في الصفحة اللي بعدها. في الصفحة هنا هتلاقي ان خلاص بقى الحاجات اللي اتعملت قبل كده هتبدأ تتكرر كمان مرة. عدد اللي اوتس اللي يقدر يطلع معاك انفينيت، يعني ليه اول وليه اخر. في المجلات اللي شبه كده هتلاقي في العادي لو بيعملوا مجلة 200 300 400 صفحة مرة كل شهر او سيزون، بعد فترة بيبقى عندهم كمية كبيرة جدا من اللي اوتس المحتملة اللي هم طلعوا بيها، وبيبدا ان هو يحصل لها ريسايكلينج. لي اوت انت استخدمته قبل كده تستخدمه بنفس الشكل بتاعه تاني مع التغييرات البسيطه اللي فيه، وقليل ما هتلاقي فيه لي اوت جديد تماما اول مره يتعمل. ولما بيتعمل اول مره خلاص، يعني بعد كده هيتم تكراره هو كمان. فهنا مثلا هتلاقي نظام مشابه اللي قبل كده، وكنا استخدمنا الجزئيه اللي هنا دي كتعريف بالموضوع مقدمة بسيطة. وفي جزئية تانية كنا استخدمناها عشان نحط صورة الكاتبة اللي كتبت الموضوع ده. فهنا هيبقى نفس الكلام تقريبا، تعريف بالموضوع وجزئية بسيطة، بس بدل ما نحط صورة الكاتبة حطينا صورة الموديل كمان مرة كلوز اب شوت. وبنفس الطريقة اللي كتبنا بيها كلمة ميك روم قبل كده، نروح جايين حطينا هنا كمان مرة. حاجة بالشكل ده بيبقى ستايل محدد ليك، يعني ممكن بعد فترة من استخدامك لحاجة زي كده بقى معروف اللي هو مجلة كذا. على طول هتلاقيهم عاملين مستخدمين الفونت ده، بيعملوا بيرنج ما بين النسخة العادية منه والنسخة الإيتاليك بشكل كبير بنفس الطريقة دي. فدي حاجة مش من الحاجات اللي هو هتعملها مرة واحدة وخلاص، لا، دي حاجة من اللي بتحدد الستايل بتاعك، واستخدامها بيعمل كونسيستنسي في التصميم بتاعك. وبعد كده طبعا هنيجي تحت نروح جايين حاطين شوية التكست الجميل بتاعنا اللي احنا عاملينه. فكتوتال التصميم بتاعنا بقى بالشكل ده. لو جينا بصينا عليه في البرزنتيشن مود، دي الصفحة الأولانية ودي الصفحة التانية. وكده أول سبريد دون. تاني سبريد طبعا في نفس الموضوع بتاعنا، بس أنا بقى حبيت إن أنا أبدأ أغير شوية. يعني السبريد اللي فاتت هنا أو الصفحة دي مخصوص كان خلاص بقى دي تالت مرة اللي أوت بتاعها شبه يتكرر، أو تاني مرة. فحبيت إن احنا هنا بقى نبدأ نعمل حاجة جديدة. فالمرة دي بدل ما التزم على الجريد بنسبة 100% في التكست والصور بتاعتنا وكل حاجة، عملت حاجة مختلفة شوية.
وخرجنا الصور عن الجريد، عملنا اوفرلاب ما بين شوية الصور وبعضيها، بدل ما قبل كده كانت الصور كلها صور عادي فلات زي كده، هنا قررنا نعمل اوفرلاب وقررنا نحركهم شويه ونخرج الحاجه عن الجريد شويه، خصوصا في الجزئيه اللي تحت دي كده. وده هيأثر طبعا على مساحه الكلام بتاعك. الصفحه دي مش تبقى صفحه كلاميه اللي هو مفيش تكست كتير، مفيش محتوى كتير، هي صفحه للفرجه، يعتبر صفحه لانك تبص عليها تتفرج عليها. ودي حاجه طبيعيه طبعا تحصل في المجلات، مش كل صفحه ينفع تبقى كلام وخلاص، لازم يبقى في صفحه مجرد فور يعني الفيجوال بليجر اللي هو انت هتستمتع وانت بتبص عليها. فطبعا اول حاجه حطيتها هنا كانت التاج بتاع الموضوع بتاعنا فينتج كلوز، وبعدها حطيت الويب سايت بتاعنا على الشمال هنا ثابت في كل صفحه، وبعدها رحت جاي كاتب اسم الموضوع بتاعنا فوتوشوت راقي بتعاون بين ثلاث فنانين، وبتايبوجرافي بسيط رحت جاي عامل الجمله الجميله دي: لينا سيان اند كاساندرا، اللي هو اسم الثلاث فنانين اللي كنا لسه ذاكرينهم فوق، واتحطوا كده بشكل جميل بفونت جميل. ده الفونت اللي احنا كنا قايلين عليه في الاول اللي هو دايدات، وصراحه الفونت ده واحد من الفيفوريت فونتس بتاعتي جدا. ليه عيوب الصراحه ما تقدرش تستخدمه في كل حاجه بسبب ان هو يعني فراجل شويه، ضعيف شويه، في بعض المناطق فيه بتبقى رفيعه جدا ما بتظهرش من مسافه بعيده، بس فونت جميل جدا جدا يعني. وبعد كده رحت جاي حاطط شويه التكست بتاعي في المساحه البسيطه هنا، عمود كده بيقول شويه كلام بسيط زي ما احنا قلنا. مش هيبقى فيه محتوى كتير في الصفحة دي، عمود كده بالشكل ده، ونقدر ان احنا نيجي نبص عليها في ويندو برزنتيشن مود، هتلاقي صفحة بالشكل ده، هتبقى صفحة جميلة انترستنج حصل فيها شوية اكشن غير الصفحات اللي قبلها اللي كانت ثابتة شوية زي ما احنا شايفين كده. فهتشد الانتباه، هتخلي عين القارئ هيقعد يلف في الصفحة دي شوية حلوين، بعد ما انت في الصفحات دي كنت ماشي بهيراركي كويس جدا، انت الصورة الكلام، الصورة اللي هنا الكلام المقدم مش عارف ايه داسك بيوتي والعين ماشية بسهولة جدا عارفة رايحة فين وجاية منين. لما تيجي تبص بعدها على الصورة دي هتحس ان في كونتراست لطيف شوية، عينك عمالة تتحرك في كل حتة، انت من الصورة دي للصورة دي للموضوع هنا، رجعت بصيت على بقية الصور الصغيرة وبعد كده بقيت تقرا ده، هتلاقي في حاجات كتيرة عينك عمالة تتحرك عليها. ودي في العادي بتبقى حاجة وحشة عشان نبقى متفقين، إن أول ما حد يبص على التصميم بتاعك عينه تقعد تتحرك في مليون حتة. بس زي ما احنا قلنا قبل كده الرولز في التصميم معمولة عشان تتكسر، لو هتعرف تظبطها اللي هو فعلا الموضوع بقى ممتع مش confusing، إن عينك هتتحرك في التصميم مش عشان أنت تايه، بس عشان أنت مستمتع بتستكشف، فدي نقطة كويسة لصالح التصميم بتاعك. وطبعا احنا كنا ظباطين الهيراركي اوريدي في الصفح اللي قبل كده كلها، فلما تيجي في صفحه وتعمل فيجوال انترست زي كده تخلي العين تتحرك وقتها ما بتبقاش مشكله. بس لو كل صفحه شكلها كونفيوزنج، او يعني حتى لو شكلها انترستنج مش كونفيوزنج للعين وعمال تتحرك من حته لحته، ده هيبقى بعد فتره متعب على عين القارئ. هو يعني عايز عينه تبقى ثابته، ده الوضع الكويس، ده الوضع البيسك، وعارفه هي جايه منين ورايحه فين وهتقرا ازاي وهتتحرك ازاي، لي اوت انترستنج يخلي عينه تشتغل. بس مش كل صفحه تخلي عينه عماله تلف وتدور، ده هيتعب بعد فتره. الصفحه اللي بعدها هنا بقى هتبقى بنفس شكل الصفحه الاولى في الموضوع يعتبر، بحيث ان هو كفر زي كده، مش همسح الباك جراوند، كفر كامل، هندي التكست بتاعنا اللون اللي هنا ده. وهنا بقى لاحظت ان انا عندي مساحة كويسة اقدر استخدمها للتكست بتاعي، المساحة دي كده لو بعدنا الجريد تاخد تكست كويس جدا، الالوان فيها غامقة نسبيا فالتكست يقدر يظهر فوقيها بسهولة، فحتى رغم ان في تفاصيل كتير بس التكست هيبقى مكروب. فقررت ان انا استغل المساحة دي بان احط شوية تكست كده يخلي الموضوع يبقى انترستنج اكتر، وما تبقاش تكرار مشابه قوي للصفحة الاولى اللي هي مجرد صورة بشوية تكست بسيط، بل يبقى فيه مواضيع زيادة. نقدر برضو نيجي نبص على الصفحة دي في البرزنتيشن مود، وزي ما انتم شايفين هتلاقوا التكست مقروء بطريقة كويسة، حتى بعد ما جربت اطبع التصميم كان لسه مقروء عادي. الصفح بتاعت الموضوع بتاعنا كلها بقت عاملة كده.
وهنشوف كل ده على أرض الواقع لما نيجي نبص على الطباعة في آخر الفيديو ده إن شاء الله. الصفحتين اللي معانا بعد كده هم آخر صفحتين إعلانات. احنا اوريدي عملنا قبل كده صفحة سنجل وسبريد إعلان بتعديلات بسيطة مننا. الصفحتين دول إعلانين كل واحد فيهم سنجل كده لوحده، زي ما انتم شايفين، إعلان لواي اس ال وإعلان لهيرميس. الإعلانات ديت الاتنين دول الصراحة ما حسيتش إن أنا في حاجة أقدر أعدلها فيهم أو أشتغل عليها فيهم. فخلاص سبتهم على كده ودخلت بعد كده على طول على الجزئية اللي بعدها بقى في التصميم بتاعنا. كانت بقى لنا آخر 5 صفحات في التصميم. الأربعة دول هم لاي اوت ماشي، وده الباك كفر بتاعنا. الباك كفر في العادي بيبقى إعلان، بس معانا إعلان إحنا اللي مصممينه. في الخمس صفحات الأخرانيين دول برضو حبيت بقى إن أنا أبدأ أعمل أجدد شوية، مش نفس اللاي اوت ونكرره خلاص. فأول موضوع معانا السبريد اللي هنا ده كان من صفحتين، وقررت إن الصفحتين دول يبقوا كتالوج للمنتجات بتاعتنا. فعلى طول الصورتين دول كده للايتمز دي، وطبعا الارقام اللي محطوطه جنب كل واحد فيهم، علشان لما نيجي نذكر دلوقتي كل رقم فيهم هنكتب اسمه وسعره وهكذا، وهنستخدمها في الصفحتين اللي هنا معانا دول. اول حاجه هنعملها ان هاجي واروح جاي حاطط الويب سايت بتاعنا والتاج لاين بتاعنا فوق فينتج كلوز. ده تاج لاين زي ما انتم شايفين بقى، انا نستخدمه من اول الجزئيه في المجله اللي بقى تتكلم عن الملابس، بقى نستخدم اللاين ده. وبنفس الطريقه اللي احنا عاملينها قبل كده رحنا جايين حاطين على طول التايتل بتاعنا بالفونت بتاعنا، وطبعا خد اللون بتاع السكشن، لون واخده سامبل من هنا. ودي خلاص بقى بتبقى حاجه من الثوابت، يعني انت حددت شكل التايتل ومقاسه والميديوم والحجم بتاعه والفونت بتاعه وكل حاجه. دي بتفضل حاجه شبه ثابته معاك، يعني قليل جدا ما تبقى بتغيرها، خلاص بقيت عارف ان ده الستايل بتاع التايتل بتاعك، والمفروض يفضل ثابت على كده. يعني ده ما بيبقاش منك اللي هو هتعمل مجهود زياده وكل مره تايتل بشكل مختلف. لا، ده ما ينفعش انك كل مره تعمل تايتل بشكل مختلف، لان ده هيضيع الكونسيستنسي في التصميم بتاعك بشكل كامل. لازم على طول انت حددت شكل التايتل، شكل للسب تايتل، شكل للبادي اوف تكست، شكل للنوتس الصغيره اللي بتبقى محطوطه تحت. كل حاجه بيتحدد لها شكل، فونت، بحجم، بسمك، وبتفضل ثابت عليه على قد ما تقدر. بعد ما كنت خلصت الجزئيه دي كده ولسه معايا طبعا مساحه فاضيه حلوه في الجريد هنا زي ما انتم شايفين، رحت جاي حاطط شويه التكست بتاعي اللي انا هحتاج استخدمه في الاماكن دي. ما تبقاش عندي غير الجزئيه الصغيره دي. وطبعا الصفحه كده كنت تحسها مش متوازنه قوي، ولما كملت التكست لغايه هنا برضو كنت تحسها لسه مش متوازنه. يعني لو جيت ورحت جاي شادد كده شكلها مش احسن حاجه، لسه التوازن، وتحس الصفحه ممله شويه. فحاجه زودت الفيجوال انترست معانا. هو ببساطه لاين كده صغير تحت اديتور بيكس، اللي هو دي اختيارات الاديتورز المقيمين على المجله والحاجات المفضله ليهم متجمعه في الصفحتين دول. ده خلى التصميم بتاعك فيه 3 فوكال بوينتس جايين في لاين دايجونال كده ورا بعض. اللي هو اول حاجه سيلكشن راقي من الملابس الفينتج، اللاين ده فوكال بوينت. فوكال بوينت اللي تحت بعدها هنا كده الصوره بتاعتنا، بعد كده الفوكال بوينت الاخيره كده. فالعين ممكن تتحرك بسهوله في خط دايجونال من اول فوق لغايه تحت هنا، تبقى عدت على الصفحه بشكل سريع وبيبقى مريح بالنسبه للعين. هنا بقى دي الصفحة البسيطة بتاعتك اللي هتروح جاي كاتب فيها تحت الأرقام بتاعت العناصر بتاعتك دي كلها، وتكتب أسعارها. هتروح جاي حاطط تحت جملة زي كده مكتوب فيها الأسعار بتاعتك كلها والاسم بتاع كل رقم فيهم. بس الصفحة لسه مملة شوية، وأظن هيبقى باين لعينك دلوقتي إن أكتر حاجة ناقصة فيها هي حاجة هنا تعمل فوكال بوينت، حاجة أساسية تقدر تبص عليها. فمعانا هنا الجملة البسيطة دي: الفن العتيق أو فينتج ارت، بالفونت اللي احنا مستخدمينه اللي هو نبراس. وزي ما قلنا كنا اتكلمنا في أول فيديو أو تاني فيديو أظن على موضوع اللي هو الأوفرلابنج في التكست زي كده. هو نافع في الحالة دي لأن التكست كله مقروء وواضح، فدي حاجة بتزود الكونتراست في التصميم بتاعك وبتعمل اهتمام زيادة شوية. ولما تيجي تبص طبعا على الجريد هتلاقي كل حاجة ماشية عليها مظبوط. الصفحتين دول بقى نقدر نروح جايين داخلين في البرزنتيشن مود، ونبص هنا وهنا. الموضوع بقى اللي بعدهم معانا برضه هيبقى سبريد على الصفحتين دول هنا كده. أول حاجة ضفتها التاج لاين بتاعنا،
الصورة الجميلة بتاعتنا. المرة دي عاملينها بشكل مختلف عن الصورة اللي فاتت. دي أول صورة تبقى واخدة المساحة دي كاملة كده كلها معانا، واخدة زي ما انتم شايفين 6 في 4. والصورة دي كان فيها مساحة كويسة إن أقدر أبني فيها تايتل، فرحت جاي حاطط التايتل جوه على طول زي ما انتم شايفين، ماضي جميل من ذكريات كناريا. وبعدها جيت هنا حطيت شوية التكست بتاعي، وبعدها في الجزئية اللي تحت هنا جاي حاطط لاين بنفس الطريقة اللي احنا كنا بنكتبها قبل كده، بس المرة دي هنخليه مقلوب كده واخد 90 degrees. فلما تيجي تبص على الصفحة بالكامل تبقى حاجة بالشكل ده. الصفحة بقى المجاورة ليها بما انهم سبريد لازم تبقى مكملاها، بس لازم يبقى فيه برضه اختلاف بسيط ما بين هنا وهنا. بما ان دي كانت صفحة بسيطة عبارة عن تكست وصورة ومش عارف ايه، لازم هنا يبقى فيه حاجات بتحصل اكتر. فاول حاجة المساحة اللي الصورة دي كانت واخداها لغاية هنا كده من التصميم بتاعي، رحت جاي واخدها هنا بالشيب الجميل بتاعي ده، طبعا بنفس اللون الاساسي اللي احنا مستخدمينه للموضوع في الصفحة السابقة هنا. ورحت جاي مستخدم المساحة دي عشان رحت جاي حاطط فوقيها شوية صور جميلة زي كده. وحبيت بقى ان انا اكسر اللاين ده. في العادي لما بيبقى عندك شيب بالشكل ده وعندك لاين طبعا ستريت منه زي كده، لما اللاين ده بيتكسر في جزئيه معينه منه بيعمل لك شويه تنشن زياده في الجزئيه دي. فانا استخدمت الجزئيه دي علشان احط فيها كمان صوره هنا كده تكسر اللاين بتاعنا. والتايتل بتاعنا رحت جاي حاطه فوق هنا، ده كوليكشن رالف لورين لصيف عام 2024. وبعد كده في مساحة الجريد عندنا تحت رحت جاي حاطط شوية التكست بتاعنا زي كده. وفي الجزئية الفارغة اللي هنا دي رحت جايب تايبوجرافي بسيطة حاطط نهاية سعيدة لموسم الصيف and happy autumn. خلاص ده كان النسخة بتاعت سيزون الصيف. المجلة بتاعتنا موسمية، فدي كانت نسخة الصيف. والصيف خلص خلاص وهابي autumn داخلين على الخريف دلوقتي اهو. فلاين بسيط تقدر تختم بيه المجلة بتاعتك. في العادي طبعا المجلات ما بتحطش لاين ختام في مجلتها ولا حاجة، دي حاجة كده يعني افتكاسة من عندي. بس كنت حابب اعملها وما بقولش لنفسي لا في الحاجات اللي زي كده، يعني just have fun. كده اخر صفحة معانا بقى صفحة الباك كفر. طبعا كنا قلنا ان الباك كفر برضو عبارة عن اعلان، فببساطة صورة جميلة زي كده. تمام. طبعا التركيز الرئيسي هنا على الاكسسوارز او المجوهرات اللي الموديل لابساها، ومش عايزين نبعد قوي عن الستايل بتاع الصوره. هو خلاص الصوره اوريدي حلوه، فلازم تبقى فاهم ان الصوره بتاعتك لما بتبقى حلوه انت كمصمم يعني سيبها حلوه، ما تغيرش فيها كتير. بالافكت المينيمال او التاثير المينيمال اللي انت تقدر تستخدمه، اقل حاجه تقدر تعملها عشان توصل رسالتك الجزئيه اللي انت عايز تضيفها وضيفها. فانا تحت في المساحه الفاضيه بتاعتي اللي هي المساحه الوحيده الفايبل اللي اقدر استخدمها. هنا انت عندك الجولريز بتاعتك اللي عليها الاهتمام، ما ينفعش نحط حاجه. هنا الرقبه بتاعه الموديل، في العادي ما ينفعش تحط حاجه على رقبه اي موديل. دي خلاص قاعده معروفه في معظم المجلات واللي اوتس. رقبه الموديل ووشهم قليل ما بيتحط عليهم حاجه، خصوصا الرقبه يعني دي ممنوعه خالص، بس الوش ساعات بيتحط عليه حاجات. والوش فوق فوكال بوينت مهمه جدا، عامله يعني اي كونتاكت مع القارئ وكده، فهنسيبها زي ما هي. فانت معكش جزئيه تعمل فيها اي حاجه غير الجزئيه اللي تحت اللي هنا دي. فرحت جاي اعمل لها برضو شويه التيبوجرافي البسيطه جدا دي. ماشي. نظبطها بس على الجريد بتاعنا. تيفاني اند كو مش هنحتاجها تبقى جوه الجريد عادي، بس المهم ان ده اللاين يبقى جاي على الجريد زي كده. نقدر نبص عليها بالفونت بتاعنا اللي هو دايدات، كتبت اللاين ده. وبعد كده بالفونت اللي هو نبراس ذهب وردي. طبعا المفروض وردي مفيش اللاين قبل الدال ده، بس شكل جمالي. وشوية كلام تحت. الكلام ده أصلا مالوش معنى، ده واخدينه من صفحة سابقة. انتوا شايفين بيتكلم على برادا هات أندرسون سكيرت مش عارف ايه، احنا مالهاش علاقة بهات ولا سكيرت هنا. وتيفاني اند كو لوجو واحدة من الشركات المشهورة اللي بتعمل جولريز وهكذا. وكل ده على بعضه عمل لك حاجة كده إليجنت وشكل بسيط وجميل تحت، وبقى إعلان بسيط جدا وحلو جدا. دي فعلا حاجة أنا محتاج أكد عليها، وهي مهارتك في التيبوجرافي. بالتيبوجرافي تقدر تعمل حاجة بسيطة جدا زي كده، حرفيا ده 2 lines of text، وبعد كده شوية الكلام اللي مكتوب هنا واللوجو بتاع الشركة هنا. كتلة كتابية بسيطة جدا، بس يعني شكلها جميل.
شكلها جميل وتوصل الرسالة بتاعتها ومريحة للعين، ودي حاجة هتقدر تعملها بسكيلز التايبوجرافي بتاعتك اللي هي واحدة من أهم السكيلز لأي مصمم. فبأكد كتير جدا على أهمية التايبوجرافي بالنسبة لنا كلنا. كده خلصنا التصميم بتاعنا بقى، مع طبعا في الارت بورد هنا ال 20 ارت بورد بتاعتنا، نمبر 1 لغاية نمبر 20. تروح جاي بقى داخل ايه تسيفه ازاي، فايل، بعد كده تروح جاي داخل على سيف از، الاسم بتاعنا زي ما احنا عايزين، وهنيجي من هنا نختار PDF، وطبعا تبقى متأكد انها معمولة على اول وتعمل سيف. هفتح لك القائمة بتاعت سيف ادوبي PDF دي، هتختار من هنا هاي كواليتي برنت، جميل، وهتشيل ال Preserve Illustrator Editing Capabilities، ده بيخلي فايل PDF بتاعك فايل PDF وإلستريتور في نفس الوقت، يعني تقدر تفتحه وتعدل فيه وهكذا، ودي حاجة خاصية زيادة احنا مش عايزينها في فايل PDF بتاعنا، احنا اوريدي معانا فايل إلستريتور لوحده وعايزين PDF يبقى PDF عادي. وتروح جاي عامل Save PDF. اقول لك تحذير ان ال Preserve Illustrator Editing Capabilities مقفولة، تمام اوكي. ولما تيجي تبص على الفايل بعد الطباعة طبعا عشان تتأكد منه، ليه موجود هنا اهو بالترتيب اللي احنا عاملينه بالظبط، كل حاجة فيه مظبوطة. طبعا لازم تراجع PDF كويس جدا بعد ما تسيبه عشان تتأكد انك مفيش اي غلطة. تعمل فول سكرين وواحدة واحدة تقعد تعدي على كل التفاصيل بتاعتك وتتأكد ان كل حاجة مظبوطة وتمام. نروح بقى نبص على التصميم بتاعنا، وكده نبقى خلصنا الجزء الثالث والأخير من سلسلة تصميم المجلة العربية، ودي كده النتيجة النهائية اللي طلعت معانا. اتمنى تكونوا عجبكم الفيديو، ولو استفدتوا من الفيديو حابين تدعمونا، تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، وبس كده.